اولا بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك الفوز. الحمد لله والشكر قدرنا نحقق نقاط المباراة. مبروك لكم دعمكم، مبروك الجماهير اللي حضرت، الجماهير اللي هاجرت. شكرا للكادر التدريبي للاتحاد اللي وفر جميع المتطلبات. لكن خل نعلم انه الفريق بدنيا غير جاهز. يعني احنا فترة طويلة احنا مبتعدين عن المباريات الدولية وحتى مباراة الدوري. تعرفون الدوري متوقف. اليوم ما نقدر احنا نقيم اي لاعب او نقيم المستوى الفني من خلال انه فريق ما جاهز بدنيا. علينا انه نراعي هذا الامر، لكن المهم انه نحصل نقاط المباراة وهذا كان الاهم. المباريات الاولى دائما ما تكون صعبة، مثل ما شفتوا المباريات اللي قبل مباراتنا، مباراة كوريا، مباراة هواي مباريات، انه المنتخبات ما قدرت تحقق اللي احنا حققناه. لكن علينا نطوى هاي الصفحة، علينا نفكر مباراة، عندنا مباراة مهمة. الان نحتاج الدعم، الانتقاد نخليه على صفحة. اليوم الدعم منكم من الجماهير، اي كلمة ممكن تاثر على لاعب، ممكن تنتقدون اللاعبين الكبار، اوكي يتحملون، ممكن عندهم الخبرة الدولية للتحمل الجماهير، التحمل الاعلام بعض الاحيان بالانتقاد. لكن انا اتطلب منكم ان الانتقاد الان نتوقف عن الانتقاد بحيث انه نخلص المباراة. عندنا مباراة قريبة، اعرف انه اكو ولا ماكو، احنا نطلب من الجماهير يعني من الاعلام انه الان فترة الدعم. داعمين لكم. نعم انا اعرف، الان نحتاج الدعم منكم فقط حتى نحقق اللي احنا نطمح له واللي انتم تطمحون له، هو التأهل لكأس العالم ان شاء الله. امجد كانت رسالة لاعب مهم بالمنتخب، لكن الاصابه حاله شوي رسالتكم انتم كلاعبين. والله صراحة احنا حزينين، يعني ما نعرف شو نقول، حزينين، لكن الحمد لله والشكر قدر الله ما شاء فعل. يعني ايمن واحد من افضل اللاعبين، نتمنى له الشفاء العاجل. كنا بالنا يمه البارحه، ممكن قاعدين للصبح احنا منتظرين ايمن. نتمنى له الشفاء العاجل. عندنا مباراه مهمه، لكن اللاعبين اللي موجودين ان شاء الله انه يقدرون يعوضون ايمن، واي لاعب يقدر يغيب عن المنتخب راح الاخوان اللاعبين يقدرون يعوضوه.